مع اتحاد الكوره، مع الاعلام ايضا كلهم. والاعلام طبعا اخطر حاجه الاعلام. عارف ليه يا كابتن عامر؟ اتفضل. لانه احنا الاعلام المصري اولا نجح في تصوير رجل الشرطه باعتباره فاسد الى ان يثبت العكس، ونجح بتصويره او تقديمه للناس باعتباره قاتل الى ان يثبت العكس، والنتيجه انه بقى رجل شرطه مكتف الان امام اي جمهور. ده صح. في مدينه دريسدن الاسبوع الماضي في المانيا حصل شغب ومات اصيب 17 جريح في الاستاد. الامن الالماني استخدم القنابل المسيله للدموع والعصا الغليظه وقاوم الناس وقبض على كثيرين منهم، ولم نجد الإعلام الألماني يقول حقوق المواطن وكبرياء المواطن. ويعني فإحنا عندنا البوليس بقى بيطبطب بس على كل الناس وخايف يتدخل بحزم، واعتقد انه امن بدون حزم يعني لا امن. مظبوط طبعا. وطبعا حضرتك انا لما قلت على مباراه الاتحاد والاهلي امبارح انا قلت ان مدرجات جمهور الاهلي فيها تلفيات كتير والكراسي متشاله بالحديد بتاعها، وده فريق فائز. نادي الاتحاد ولع شماريخ وهو مهزوم وشايل كراسي في المدرج بتاعته اللي خلف المرمى. يعني انت شايف ان الجمهورين يعني ارتكبوا هذه الاخطاء؟ الاثنين كسروا الكراسي. طب يعني ايه السبب؟ طب لو واحد مهزوم ومهزوم الحكم ما عملش حاجه، الحكم كان في صالحه في لعبه من الالعاب من ضربه جزاء والمباراه ما كانش فيها اي مشاكل. كابتن عامر السؤال الاخير، المصري اشتكاك كم مره؟ المصري لا هو كل هو اعترض على قراراتك كم مره؟ لا مش كتير. هو كل قرار يعني بيبعت جواب لتوضيح الموقف. الاستاذ كامل اللي قاعد قدامي بيقول مش كتير. لا هم مرتين ثلاثه بس من الموسم اللي فات. الكابتن عامر بس النبي يا كابتن الفلوس والله حرام. انتوا يعني انا مش عارف يعني طب الفلوس دي بتعملوا بيها ايه بقى؟ من انه بند مسكنه. لا بتعملوا الفلوس دي بجد ايه؟ الفلوس يعني احنا قلنا الاول كان بندي غرامات ماليه، كانت الانديه بتقول ما تعاقبوا الجمهور احنا ايه ذنبنا. لما لعبنا خارج الملعب قالوا طب ما الجمهور بيروح يبقى الجمهور ما تعاقبش. دلوقتي احنا عملنا بدون جمهور وما فيش غرامات. يعني دليل ان مش احنا بندور على الفلوس. يعني اللائحه حاليا اي لعب من بدايه الموسم اللعب بدون جمهور ما بحطش غرامه، بشيل كل الغرامات بتاعت السباب لو في حجاره، باخد العقوبه الاكبر هي اللعب بدون جمهور، ما بديش غرامات مع العقوبه بدون جمهور. فده يدل ان احنا مش عشان حته الماليات لا، او ان احنا بنلم فلوس. هو صحيح كابتن سمير زاهر قال ان انت اللي متمسك بهذه العقوبه لا انا مش متمسك، انا بقول ان الانديه او اي مسؤول عايز يلغي بند الشماريخ من اللائحه يعلن الكلام دوت، وانا ما عنديش مشكله، بس عشان هو يبقى مسؤول بعد كده لو حصل حاجه لاي حد من الجمهور. يعني انت تريد ان تلزم كل احد بما يقوله. انا عايز اريح ضميري ان ما حدش يحصل له حاجه أيوة. ويكون انا السبب فيها. وانا اوافقك كابتن عامر واتمنى لك كل توفيق ويا رب بكره في الاجتماعات زي ما الاستاذ كامل قال تبقى حنين شويه في الفلوس، تبقى عنيف في العقوبات، لكن الفلوس يعني تبطل تاخد فلوس من الانديه غلبانه ومش لاقيه تاكل. ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن عامر. استاذ كامل عايز اسال حضرتك، انت شفناك امبارح نزلت وطلعت كتير، كنت لا نزلت مره واحده وبتكلم مين؟ نزلت عشان الجمهور اللي ورا، احنا شايفينك على الشاشه اهو. نزلت ورا الجمهور اللي هو ورا قلت لهم ايه يعني؟ قلت لهم يعني يهدوا، يعني هديتهم هدوا يعني، بس يعني الموضوع مش اكتر من كده، لكن رايح عشان اقول للجمهور يعني انت كنت رايح خايف انه الامور تتطور اكتر يعني حرص طبعا على سلامه الناس كلها. بس يعني راح اهدي الناس، ويعني الحمد لله يعني التجاوب معايا كويس جدا ومفيش مشكله حصلت يعني. عايز اسال حضرتك سؤالي الاخير. بكره مؤتمر اتحاد الكره مع الفضائيات والساعه 5 العصر هيناقشوا الحقوق وبيع الدوري للفضائيات، وفي الرعاة برضو اجتماع مع كابتن سمير زاهر. هل المصري بينال حقوقه من اتحاد الكرة؟ لا طبعا، للبث التلفزيوني والرعاية هم لو سيبوني ايوه منفصل انا هجيب قد اللي بيدوني 4 مرات. انت المصري بياخد كام في السنة تقريبا؟ السنة اللي فاتت خدنا يمكن 2 مليون 1 مليون ممكن مليون بس من البث التلفزيوني كل ده كل ده البث والرعاية كل ده من ناخد من الاتحاد طبعا بخصومات وحياة زي كده. انت لوحدك تقدر تجيب اكتر من كده مليون. اقول لك انا لو يدوني الحرية انا لا اقل عن 10 12 مليون النادي المصري.
يعني لا وانا ملزم بهذه الكلمه دلوقتي. يعني انت دلوقتي بتاخد 2 مليون تقريبا، لو انت هتستركوا لك حريه التصرف هتقدر تجيب 12 مليون على للمصري. الاقل على الاقل النادي المصري. طب لماذا لا تصرخ وتطالب بحريتك؟ ما انت داخل منظومه وعملتها قبل كده وبعدين لك ما ينفعش ومش عارف ايه والامن وظروف البلد والكلام ده كله. فانت برضو يعني عاوز تعمل كل حاجه وبقى عندك الفرامل اللي بتشدك. عشان كده رابطه الانديه تحل هذه الموضوعات والاتحاد يعيش في سلام. بس انا مش عارف ليه هم متمسكين بهذا الكلام. انا موافق حضرتك جدا نظريا، لكن احنا شفنا عمليا رابطه الانديه كلما تجتمع كلما تزداد مشاكلها وخلافاتها ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، ما بين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، بالعكس. ما بين الاسماعيلي والزمالك المصري والزمالك. لا لا بالعكس، انتوا لا تجتمعوا. لا 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 احنا بص بالعكس، دي الحاجه الوحيده اللي الكل متفق عليها. احنا لا لكن هي تفعيلها مشاكل لا 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 رابطه الانديه دي الحاجه الوحيده اللي احنا كلنا متفقين عليها. لكن تفعيلها بقى، تفعيلها ازاي يتم؟ ما ينفعش مستشار قانوني يقعد يدرسها سنه عشان لك ده ما ينفعش. لا الموضوع ده احنا عاوزين ناخد ايه؟ اي رابطه سواء الدوري الانجليزي او الدوري الفرنساوي او الدوري اي حد منهم احسن من عندنا، فناخد يا عم ايه، انا راضي باي دوري لان اكيد معمول صح. واحنا ليه مصعبين الموضوع على نفسنا كده؟ مش عارف، دي حاجه غريبه جدا. يعني احنا عايزين نفصل دايما وضع او فستان، مع ان سهل قوي ان احنا نروح نشوف الناس عاملين ايه ونعمل زيهم. انا بقول لك احنا رابطه الانديه لو اتكونت ان شاء الله، البث الفضائي والرعايه بالنسبه للدوري العام هتجيب قد اللي بتجيبه 10 مرات. هل ستسعى في يوم انك تبقى رئيس هذه الرابطه؟ لا طبعا. ليه؟ لان يعني اعتقد يعني ده مش المبدأ بتاعي اللي انا عندي الطموح للدرجه دي يعني. لا انا مبسوط جدا بالمكان اللي انا فيه انت قانع بالنادي المصري؟ جدا جدا يعني انا لا يعني ده بالنسبه لي ده اولا مش حاجه بسيطه وحاجه كبيره جدا، ولابد ان احترم جمهوري واحترم نفسي، ان انا لابد ان انا ادي معظم وقتي مش في حاجات اخرى بجانب شغل. طبعا شغل بديله الاهميه الكبرى، لكن انا لو هعمل اي عمل اجتماعي فلا بد ان يكون احترم ناس ونعمل حاجه واحده بس علشان ان انا اقدر اعملها بطريقه منظمه. اعتقد ان انا اقدر اخرج من الاجابه دي. انا اصلا عايز خبر اخرج بيه في هذه الحلقه يعني، او هذا الحوار الذي اشكرك عليه. انت عندك كذا حاجه يا ياسر. لا 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 عايز خبر عايز خبر انه كامل ابو علي سيخوض انتخابات رئاسه النادي المصري المقبله. اذا زي ما قلت لك واضح من اجابتك ان انت داخل يعني اذا اتاحت لي الظروف ان شاء الله، لان يعني امنيه حياتي فعلا دلوقتي ان انا في اي عمل عام ان انا اعمل حاجه للنادي المصري او لبورسعيد يعني. لبورسعيد وما انتش ناوي انه ده مجرد سلمه او خطوه انك تخش انتخابات برلمان، او انك يعني انت بتعمل النادي المصري عشقا للنادي المصري؟ انا يا ياسر لو عرضوا عليا وزاره هرفض الوزاره. انا متاكد. بقول لك هذا الكلام وانا متاكد. انا لا ابحث عن هذا اطلاقا مهما كانت الاغراءات. العلاقه بيننا لسنين طويله فاتت، فانا متاكد من صدقك. بالظبط. طب عندي طلب اخر. اتفضل. يوم 23 ديسمبر عيد القومي لبورسعيد، عيد النصر بورسعيد. هل تسمح لنا في الاهلي اليوم ان نحتفل مع ابناء بورسعيد في بورسعيد، بس بشرط ان يحمل استاد لافته استاد النادي المصري؟ ده يعني ده طلب عزيز جدا عليا، ويا ريت طبعا هذا الكلام يتم. بس انا عاوز منك حاجه بقى زي ما احنا في قناه الاهلي اطالب بمسؤول النادي الاهلي ان احنا عاوزين نعمل مباراه بين النادي المصري والنادي الاهلي في بورسعيد لكابتن مسعد نور والكابتن السنجق الله يرحمهم، وتكون يعني لفته كبيره جدا بحضور الكابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب وكل نجوم النادي الاهلي القدامى معانا، ويبقى ده يوم وفاء وهتبقى لفته كبيره جدا. واتمنى ان كابتن حسن حمدي سمعنا دلوقتي، وتكون هذه المباراه نقدر ننظمها
في خلال التوقف الدوري. اللي انا متاكد منه يعني 3 اشياء. كابتن حسن صديق عزيز وكل يوم بيكلمني وهو بيشوف البرنامج كل يوم، فاكيد هو سمع حضرتك دلوقتي والرساله وصلت اليه. انا متاكد من حاجه تانية، من انسانيه كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب وكابتن مانويل جوزيه ايضا. واعتقد انه الثلاثه لن يتاخروا عن الاستجابه لهذا الطلب. اللي انا متاكد منه انه كابتن مسعد نور وكابتن السنجق يستحقان كل شيء من اجل تكريمهم، لانه الاثنين دول ادوا كتير جدا لبورسعيد وهم دول فريق الابطال مصر، ودول فريق الابطال يستحقوا هذا الفيلم. ويستحقوا ان يسافر الاهلي الى بورسعيد ليلعب هناك، ويستحقوا كل التحيه والتقدير واحترام سواء من جمهور بورسعيد او من جمهور النادي الاهلي في كل مكان في مصر، لانه الذي اعطى والذي قدم الفرحة والبهجة ويعني والمتعة للناس لا يجب أن ينساه الناس. شكرا جدا يا سعد، كلمة جميلة دي. وأنا بشكر حضرتك، وأنت راجل رائع ورئيس قدير، ونجحت في قيادة يعني مركب المصري في ظروف بالغة التعقيد، وكنت ربان لمركب في بحر مليء بالعواصف. شكرا. فأعتقد أن المصري سعيد بيك، وكل أبناء بورسعيد فخورين بيك، ونتمنى لك التوفيق. وبشكرك على هذا الحوار، ونطلع فاصل ونرجع نواصل مع حضراتكم هذه الحلقة. ومعنا الأستاذ هيثم نبيل مدير موقع يلا كورة في حوار مختلف تماما عن مستقبل الصحافة ومستقبل الإعلام الرياضي في مصر، فانتظرونا.